مرحبا والسلام عليكم واهلا وسهلا فيكم صبايا بفيديو جديد. بتمنى تكونوا كلياتكم بألف خير يا رب وانتم عم تشوفوا فيديو اليوم. بس قبل ما نبلش الفيديو خلونا كلياتنا نقول بسم الله الرحمن الرحيم، وان شاء الله هيك جمعة خير وجمعة هيك بركة علينا وعليكم يا رب. بما انه الفيديو بسجله اليوم الجمعة، بقى ما بعرف بينزل نهار الجمعة وبنزل نهار السبت، ما بعرف، بس انا بسجل الفيديو نهار جمعة. ومثل ما شايفين هون دقيت لاختي اماني الصبح وقلت لها انه قلت لها والله مشتهية على شي اكله هيك طيبة بس ما عم بعرف ايش هي. قام قالت لي ايش يعني؟ قلت لها ما بعرف، مشتهية على شي اكله هيك تكون كتير طيبة. قام قالت لي معناتها هلا بس راحت بنتي على المدرسة بجي يعني بنشرب القهوة سوا. قلت لها بتجي بس ما بدنا نشرب قهوة. انا هون قلت لها بتجيبي معك ظروفة كابتشينو، مشتهية على الكابتشينو يعني ما مشتهية اشرب قهوة. قالت لي ايه والله. ولا اجت وجايبه مع الكابتشينو وجايبه كمان هدول الجاتويات. عن جد وقت الواحد بياكل اكل هيك فجأة عن جد بتبقى هيك كتير بتطلع عنه طيبة. ومثل ما شايفين بعد ما حطيتهم جهزتهم وحطيت الكابتشينو، باركنا وتسلينا مع بعض. في كتير صبايا عم ببعتوا لنا انه ما مثلا ما بتصوروا مع بعضكم كتير الصراحة، لانه هلا انا صاير انه اولادي ثلاثتهم صغار، يعني كل يوم مثلا والتاني بدي اشيل وأسا انه اطلع اخدهم من البيت والدنيا برد ما بصير. وشغلة تانية اختي اماني صاير انه دوام بناتها وحدة بتروح على المدرسة ووحدة بترجع، يعني صاير الوقت انه كتير صعب، عرفتوا؟ لبين ما انه تستناهم لوحدة تروح ووحدة تجي عم بكون عدى النهار كله. وبتعرفوا يعني انه ما يعني صاير الوقت انه مثلا شغل وهيك، ما يعني ما خرج انه مثلا كل يوم والتاني. بس طبعا وقت نشوف حالنا انه فاضيين كتير وما عنا شغل طبعا اكيد بنجتمع. وفي كتير اوقات انه مثلا ما بنصور، بكون ما في مجال انه نصور، يبقى بنشرب فنجان هيك قهوة مع بعض على السريع من دون، يعني هذا بكون من دون تصوير. هلا هون بعد ما راحت اختي وهيك خلصت الشغلات علي ودخلت على المطبخ لحتى اجهز طبختي. وعن جد بنصحكم كتير فيها، خليكم معي بالفيديو وشوفوا شو هي. عندي هون ايش اسمه بهار وكزبرة وفلفلة حمراء وملح، كلهم بدي احطهم. هون كمان عندي ضلين هيك شوية بهارات الكبسة كمان بدي احط يعني مقدار معلقة. هاد ظرف ماجي، كمان بدي احطه. شوفوا منين بدي اجيب، ما عندي هاي الفابريكا بقول لها فلفل حمرا، هاي الناعمة كتير، بقى بدي اخذ تبعات الاندومي. بدي احاول يعني بدي احط لها بس ما بدي اسويها كتير حادة مشان الاولاد بتعرفوا، مشان هيك بحط لها بس شوي. وهلا كمان هون عندي سنين توم رح ابشر لها اياهم. هلا بجرب معكم هاي الطريقة لأول مرة، إذا طلعت طيبة إن شاء الله رح أقولكم. هلا أنا بصراحة كنت يعني مفكرة إنه بدي أسوي فروج ببطاطا بالفرن مثل كل مرة بساويها، بس هون قالت لي أختي إنه جربيها بهي الطريقة، هي هيك بتساويها وشوفي يعني إنه تطلع كتير طيبة. إيه بقى واحد بجربها هاي الطريقة، يعني فروج مبخر بقولوا على الغاز، عرفتوا علي؟ حطيت هلا الثوم. أهم شي الفليفلة، الدبس الفليفلة كمان بدي اكتر لها شوي عشان لاني بدي اتبل كمان البطاطا منها، لاني بدي احط بقلبها شويه بطاطا. فتجوقها سكري الباب. واهم شي انه بدي احط لها زيت نباتي، زيت نباتي عفوا، زيت حلو خلطت يعني. الزيت النباتي ما طيب معه، الزيت الحلو هو اللي بيعطيها الطعم الاطيب. هيك قالوا لي ها. حطينا هلا هون الزيت. بس نسكر الباب عليكم، يلا. كمان بدي ارجع احط شوية زيت، زيت زيتون هيك. هلا الفروجة طبعا غسلتها كتير منيح. هلا بقى بدي اتبلها. هلا مثل ما شايفين رح اخذ الفروجة بقى
متبلة كلياتها فيها. كمان هلا هون عندي شوية بطاطا انا خيسلتها مقشرتها وخيسلتها يعني لحتى احطها بقلب الفروجة. عن جد اذا هلا مو قلت لكم اول يوم عم بساويها، اول مرة عم بعملها قصدي، اذا طلعت طيبة تعرفوا شغلة ما بقى اجيب فروج من السوق ابدا، بدي اصير، لانه هلا يعني على طول ما شفت شكلها عند اختي عم تقولي انه كتير بتطلع طيبة وكأنه فروج مشوي يعني. في لها اكتر من طريقة يعني عرفتوا، والله لها كمالات. بس اهم شغلة هلا انا وقت اللي بدي احطها على الغاز بدي اخليها يعني تقريبا شي 4 ساعات على نار كتير كتير هادية وواطية، عرفتوا علي؟ هلا هاي البطاطا رح اخدها خليها تتبل، لاني كمان بدي احطها بقلب الفروج. على فكرة يا جماعة عن جد كل ما بتجيب فروج مشوي من السوق يعني طلعوا بين مثلا 3-4 مرات مرة لحتى انه ناكلها نتهنى فيها تكون انه مشوية على المظبوط وهيك، يعني انه دايما بتلاقوا عم نجيبها بدها هيك شوي زيادة او ما هي مستوية هيك كتير منيح. وانا اذا كان هيك عن جد يعني بصراحة ما بتهنى فيها ابدا ولا بحبها اذا ما كانت مستوية على السوا. هلا هون البطاطا مثل ما شايفين هي حاحطها بقلبها بقى. حاول اوسعها كلها. هلا هون بدي بقى الفها بالسلوفان كلياتها. بسم الله. شايفين البطاطا كلها بقلبها صارت. ما بعرف انا حاسه عن جد انه طريقتها يعني بدها تطلع كثير ان شاء الله هيك طيبه، وبعطيكم رايي طبعا ها بنهايه الفيديو بس تستوي. هلا رح الفها كلها. اذا عم تسالوا ويني انا عم بغسل ايدي لحتى ارجع اطالع السلوفان، ارجع الفها من الطرف الثاني يعني. هلا بقى بدي احطها بالطنجره، ما رح احط معها شيء ابدا، شفتوا؟ رح احطها مثل ما هي اكثر طنجره عندي بنحبس يعني انه هيك الهواء فيها، مشان هيك رح احطها فيها. وشغله كمان ثانيه رح اغطي الطنجره وكمان اغطي الطنجره هيك حتى ما يطلع منها هيك الهواء ابدا. هلا رح احطها على نار كتير كتير تكون هادية يعني. خليني احطها على الغاز الصغير وريحة انساها يعني 4 ساعات وبعدين بقى بجيب اطلع عليها. هلا هون من بعد ما صار تقريبا شي 3 ساعات ونص كمان بجهز البطاطا لحتى كلهم يستووا مع بعضهم. على فكرة حذرتني اختي وقالت لي اذا اختي الصغيرة قالت لي اذا ما بتقولي بالفيديو هاي على طريقتي لابعت لك بكل التعليقات واقول لهم يا جماعه هاي الطبخه على طريقتي. بقى هاي اليوم الفروج المشوي على طريقه اختي الصغيره.
هلا من بعد ما انه استوت على الاخير يعني صارت، يعني بدي اقول لكم تعرفوا انه بعد كل هيك هالوقت، وعلى فكره ما بدها لا انه تحطوا لها زيت ولا مي ولا شيء، هي لحالها بيطلع منها هذا البخار وبتستوي من فيه. ومثل ما شايفين هلا شغله بس بدي اقول لكم عليها، هي وقت اللي بتلف اذا بتحبوا تحطوها من دون هذا الورق يعني كمان بصير، بس هون لحتى تحسنوا هيك يعني انه تخلوا الفروجة كلها متماسكة على بعضها. هو عاد ما كانت سخنة بالزور مثل ما شايفين انه هيك عم بحسن افتحها، بس كانت عن جد هيك فيرطة على الاخير. هلا ايش بدي اسوي؟ بدي اشيل احطها بهذا الصحن، وبعدين بدي بقى اخليها لون كتير مستوية، بس انه بدي اخليها بقى تتأمر على الفرن. مثل ما شايفين شلتها، وهلا من هي المي اللي طلعت منها ريحة كمان اكيد هيك فوقها، وبعدين ادخلها على الفرن. عن جد يا جماعة يعني لكل هيك المحبين الفروج المشوي اللي بحب ياكله بطريقة يعني انه تكون الفروجة مستوية على الاخير، وشغلة تانية انه كمان كتير نظيفة، يعني عن جد دايما شغل البيت وقت واحد هيك بيشتغل على ايده والله بتحسوا انه بيتهنى بالاكلة اكتر. مثل ما شايفين هلا هون انا كان زايد عندي شوية يعني التبلة اللي جهزتها شلت منها شوي صغيرة حطيتها بالبراد، وهلا رجعت هيك دهنت شوي وش الفروجة وريحة مثل ما شايفين احطها بالفرن. هلا هون ما بتاكل وقت بالفرن ابدا، يعني تقريبا نص ساعة وبتكون تأمرت. عرفتوا اذا فرنكم يعني هيك كان كويس، وشكلها عن جد كتير بيطلع طيب. وطبعا جهزت مع البطاطا المقلية، كانت ناقصة بس شغلة وحدة اللي هي كان بدها بس انه توم وكاتشب، كان طلعت ابدا يعني انه كانه هلا هي طلعت فروجة جاهزة بس ناقصة هدول الشغلتين يعني. بس عن جد عبقولكم يعني من ناحية هيك انه النظافة والاكل، هيك الشغل بالبيت عن جد غير شكل يا جماعة. قلت لكم بالفيديو انا يعني دايما اختي بتقولي انه يعني بتساوي الفروجة هيك، بتساوي الفروجة هيك، بس انه يعني ما ولا مرة جربتها. بس هون انا بصراحة كنت يعني مجهزة البطاطا والفروج لحتى اني اسوي فروج البطاطا العادية اللي دايما بساويها بالفرن، بس لا هيك عن جد طلعت كتير اطيب. وشغلة كمان بدي اقولكم عنها، وقت اللي بحط الفروج البطاطا بالفرن يعني اللي بعملها دايما كل مرة، بحس الفروجة انه هيك يعني لا تضحكوا، بس بحس الفروجة انه عن جد هيك بتصغر. عرفتوا؟ هون لا ما شاء الله يعني الفروجة بتحسوها ضلت هيك مثل ما هي، وحتى يعني هيك قلبها كتير صار انه طري مثل ما شايفين هيك بعد ما طلعتها بالفرن هذا الشكل النهائي. واهم شغلة انه ارجع لكم على طريقة اختي الصغيرة، والله لا تبعت بالتعليقات وتهلكني كتير عن جد. يعني هون وقال لي جوزي وقت طلعتها بالفرن هو ما له خبر انه انا بدي اسويها بهذه الطريقه، قال لي انه نعم هتقولي جايبه انه فروجه جاهزه يعني من برا؟ قلت له ايه هي طريقه جديده. ولا واحلى شيء احكي لكم هلا اذا سمعت هي قلت له هي على طريقه انه اختي هيك بتعملها، قال لي هي والله ما اشبه شيء بتعرف تطبخ. هي يعني فكره انه مثلا شو بدي اقول لكم انه ما يعني هي بتطبخ وطبخها كتير طيب، بس يعني انه مو هي صغيره بفكره يعني مثلا انه ما كتير يعني انه هي بتطبخ. واحلى شيء دايما هي على فكرة وقت كل ما بتحب انه تعزمنا بتعزمنا هيك على اكلات انه من نوع مثلا مثل هديك المرة شفتوا المشاوي وهيك، ما كتير انه بتطبخ طبخات. بقى مشان هيك استغرب يعني قال لي والله انه هيك طالع معها هيك، قلت له ايه والله. وعن جد كتير كتير يعني شقد ما قلت لكم هيك لكل هيك محبين الفروج المشوي بنصحكم كتير فيها. هلا احلى شي ده تبعت لي اختي انا ما بطبخ، لا انتي بتطبخي. بس ايش قصدي يعني قصدي انه وقت اللي مثلا نحن نكون معزومين عندك او شي بتعملي لنا اكلات جاهزة. عرفتي؟ والله هلا هي اختي مش قد ما قلت لكم يعني هيك ما بتسكت لعينه هلا عينه. وهلا مثل ما شايفين عن جد بعد هيك اكله صار بدها فنجان شاي، لانه عن جد اكله هيك يعني دسمه وطيبه. وشغله تانية كمان بدي اقولكم، حتى لو الفيديو هيك يعني كان اليوم ما فيه هيك قصص كتير، بس حبيت هيك اشارككم هاي الطبخة بالتفصيل لحتى يلي بده يساويها يعني
بده يساوي هالأكلة يساويها هيك بالتفصيل، عرفتوا؟ يعني يكون مشروح الفيديو عنا كامل. وهلأ لهون بكون وصلت معكم لنهاية فيديو اليوم. اليوم الفيديو ما قالكم انه كتير مسلي وهيك، بس ان شاء الله تكونوا انه حبيتوه وتسليتوا كمان فيه، وتجربوه على هي الطريقة وتبعتولي. بس حدا جربها بهي الطريقة بعتولي قولوا لي نور انه جربناها بهي الطريقة واعطوني رأيكم فيها، لانه انا بسمعه بعد ما خلصت هيك يا جماعة العشاء. بعتلها الصورة قالت شلون، قلت له والله طلعت شي هيك كتير يعني مثل ما بقولوا نظم عملت لها. ومثل ما قلت لكم هلا لهون بكون وصلت معكم لنهاية هذا الفيديو، وبتمنى كتير ان تكونوا حبيتوا الفيديو، وتستنوني ان شاء الله بفيديو جديد. وسلام.